أنا لن أكون قد تحالفت مع أنصار الله، ولكن سأعلن اليوم ومن هذا المكان أن الشعب اليمني كله سيتحالف مع كل من يدافع عن مقدرات الوطن. وعندما دمر قصره ظهر علي عبد الله صالح، الشخصية المعروفة بتاريخ من الخداع السياسي، متلبسا لبوس المقاومة. صاحب العبارة الأشهر: فاتكم القطار، بدا لكثيرين أقرب ما يكون إلى جملته. تحدث صالح عن دماء اليمنيين ومصالحهم، ودعاهم للقتال والمواجهة بشعارات كبيرة ترتطم بجدار الوقائع لترتد حقائق مريرة: من يقول ماذا ومن يقاتل لمن. ل30 عاما ويزيد حكم علي عبد الله صالح اليمن، وجره معه إلى أسوأ درك في الدكتاتوريات، تلك التي تجمع القمع بالفقر بالكيد السياسي. في ثورة شباط فبراير 2011 قتل الرئيس المخلوع عبر أجهزته الأمنية ومن يعرفون بالبلاطجة 2000 من أبناء اليمن، وجرح أكثر من 20,000، وهو يتربع على ثروة هائلة قدرتها الأمم المتحدة ب60 مليار دولار، تاركا معظم اليمنيين تحت خط الفقر. الرئيس المخلوع الثائر الآن هو نفسه من ناور وحاور والتف حتى اللحظة الأخيرة قبل أسبوعين، فأرسل الرسائل لتأمين نفسه ومصالحه مقابل أن يخفف معاناة اليمنيين ويفك تحالفه الملتبس مع الحوثيين أعداء الأمس، بعدما زج الجيش اليمني في معركة الانقلاب على خيار الدولة لمصلحة الميليشيا، فلا يعرف من منهما يقود الآخر. ظهور الرئيس المخلوع تزامن مع مسار جديد للعمليات العسكرية يركز على الرؤوس ومراكز القيادات. هذه صعدة معقل الحوثيين وخزان أسلحتهم ومقاتليهم وموطن أيديولوجيتهم، تتعرض لغارات عنيفة بعدما أعلنت قيادة التحالف أنها منحت المدنيين مهلة وممرات آمنة لترك المدينة. بقليل من الخيارات يواصل الحوثيون تسجيل المواقف على طريقة شعاراتهم المنادية بالموت لأمريكا، التي دفع وزير خارجيتها بكل ثقله لتأمين هدنة إنسانية ل5 أيام تبدأ من الثلاثاء المقبل، وافقوا عليها بتحد. يواصلون اندفاعا يراه كثيرون خيارا انتحاريا تعوزه المقومات الموضوعية. يتكئون حصرا في الداخل على قوات صالح وبعض تحالفاته القبلية، وواقعيا يناقض وجودهم الطارئ على المدن الكبرى مثل تعز كل إمكانية لسيطرة مستدامة لما يمثلونه من تنافر مع نسيجها المذهبي والاجتماعي وهواها السياسي. لهم دعم إقليمي وتداخل تمكنت إيران من صنعه داخل بعض الحراك الجنوبي، وما عدا ذلك صرخة بلا صدى.